السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كالعاده من مطبخي. اليوم جبت لكم وصفه بيتزا مكسيكان ولا الفطيره المحشيه كما حبيتوا. نبداو ديراكتومون في المقادير بلا ما نطولوا. هنا عندنا الماء، حبه بيض، السكر وخميره الخبز، الزيت، الملح والخميره الكيميائيه. هنا ندير كاس تاع الماء، كاس وربع تاع ماء يكون عادي درجة حرارة يعني المطبخ، والكاس تاعي يرفد 220 مليلتر. نزيد عليه حبة بيض ونزيد عليه مغرف خميرة الخبز ومغرف السكر هكذا. وهنا راح نزيد 5 مغارف كبار تاع زيت. تقدروا ديروا زيت زيتون كيما حبيتوا، ولا تقدروا ثاني ديروا الميلونج بيناتهم. انا درت زيت العادي. وهنا حنزيد مغرف صغيره ملح ومغرف صغيره ثاني تاع خميره الحلويات. الوصفه هذه يعني سهله، تخلطوا كلش على ضربه. هنا رايحه نخلط كلش بالمغرف هكذا حتى يذوب لي السكر هذاك والبيض ثاني كي يتخلط مع الزيت والماء. فوالا نخلطو حتى ينسجموا كامل المكونات. وهنا نبدا نزيد في الفرينه. هنا البنات ما كانش يعني كميه محدده، صديبو الفرينه الا تشربوا ولا لا. هنا كنت نزيد هكذا بالمغرف حتى نحصل على عجينه تكون طريه شويه، ما تجيش جاريه وما تجيش ناشفه. دوك تشوفوا القوام تاع العجين كيفاش يجي. انا راني نزيد بالتدريج ونخلط، ما تكثروش في البدايه الفرينه باش ما تجيكمش يعني يابسه. زيدوا بالعقل هكذا وخلطوا. هكذا تجمعوها يعني غير باصابع اليد، ما تدلكوهاش في البدايه، يعني غير هكذا تدخلوا الفرينه باصابع اليد حتى انت تنطم لكم وتتحصلوا كما قلت لكم على عجينه تكون طريه. هنا سي بون راني شت يعني خلاص، ما نزيدش الفرينه. هنا راح ندلكها شويه ونولي لكم. هنا بعد ما دلكتها مليح راح نقسمها على زوج هكذا، وكل جزء يعني راح نقسمه على 3. الكميه هذه راح تخرج لكم يعني 3 خبزات يكونوا متوسطين. نسيو نديروهم كيف واللي عندها الميزان توزن. انا درتهم هكذا برك بعيني. جيبوا بلا ولا سنيوه اللي عندكم، ندهنوها بشويه زيت باش ما العجين تاعنا ما يلصقش، ونحطوهم هكذا. نزيد نقسم ثاني الجزء الثاني، نغطيهم نخليهم يرتاحوا شويه بما بيد نوجدوا لاصوص يعني والحشو اللي نديروه. هنا واش كان عندي كيما هنا تشوفوا لاباط تاعي بعد ما خمرت وارتاحت. هنا عندي لاصوص طوماط اللي كنت شاركتها معكم، نحط لكم الوصفه لتحتها. وهنا كان عندي شويه سكالوب قطعته هكذا صغير مع شويه بصل، قليتهم في شويه زيت مع شويه ملح. هذا مكان نتوما ديروا اللي عندكم، تقدروا ديروا فيوند هاشو، تقدروا ديروا الطون كيما تحبوا، والفرomاج بيان سور
لازم نديرو فرماج. هنا درت الخليط بين الفرماج شيدار واسمو والفرماج العادي نابولي. هنا نجيب العجين تاعي نحلها ونستعينوا بالفرينه، بيان سور نعاون روحي بالفرينه نحلها هكذايا، يعني ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيليش خشينه هكذا. دائما نستعين بالفرينه ونسيو نديروها هكذا دائريه. هنا كي نبدا نحل في العجين تاعي نشعلوا الفور باش يسخن. هنا بعد ما حليتها نجيب سنيوه تاعي ندير له البابي كويسون ونحط يعني البيتزا تاعنا هكذا، نديروا لها لاصوص. الوصفه تاع لاصوص البنات تجربوها تجيكم بنينه خاطره تقعد لكم هكذا حمراء. الله الله جربوها وخلوا لي رايكم في الكومونتير، وتزيدوا جربوا ثاني البيتزا هذه وخليوا لي رايكم في التعليقات. هنا ندير شويه تاع الدجاج، يعني كما قلت لكم ديروا اللي حبيتوا لداخل. صدقوني البنات الوصفه هذه لابغ تجي خفيفه والبيتزا تجي بزاف بنينه. هنا كان عندي شويه طون راني زدت لها الطون. ونزيد لها الفرماج من الفوق. نزيد نحل الكريه الثانيه يعني لاباط دوزيام ثاني كنزيد نحلها ونحطها الفوق. هنا ما وريت لكمش، يعني نحلوها كيما الاولى ونحطها هكذا فوق البيتزا تاعنا. الاطراف هذوك ندهنوهم بشويه ماء باش تلصق. الاطراف زايدين هذوك انا نحيتهم هكذا بلا غولات هذه هكذا. نجيبو ثاني حبه بيض ولا غير صفر كما حبيتو، نضربوه هكذا شويه وندهنوا البيتزا تاعنا كامل من الفوق. فوالا راك تشوفوا البنات ثاني تزيدوا تقبوها هكذا في الوسط بالموس برك، ديروا ثقبه هكذا في الوسط باش يعني البيتزا تاعكم ما تنتفخش كي تدخلوها للفور، يعني ما العجين هذا اللي من الفوق ما ينتفخش. فهمتوني ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هكذا كما راكم تشوفوا راني قبتها بالموس. هنا بعد ما الفور تاعي يسخن ندخلها طيب لتحتها ونزيد نحمرها كامل من الفوق وتشوفوا البيتزا تاعنا من الفوق. هنا نسيت ما قلت لكم راني زينتها ثاني بشويه فلفل، تقدروا ديروا ثاني الزيتون كيما تحبوا، تقدروا تخليوها هكذاك ثاني. التزيين والحشو يبقى اختياري كيما حبيتوا. جربوا البنات الوصفه ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم وخلوا لي رايكم في التعليقات. هذه هي البيتزا تاعنا بعد ما طابت، دوك نقسمها معكم تشوفوها تجي بزاف خفيفه وبنينه، يعني اكله صيفيه. شوفوا يعني وتجيكم بزاف بنينه كما قلت لكم وما تجيش خشينه، تجي رقيقه. شوفوا هنا شحال يعني تجي طريه بنينه صدقوني، ها باينه يعني من الصوره. هكذا البنات وصلنا لنهايه الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. كما قلت لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، والى الملتقى ان شاء الله.